Monsieur le ministre, cher Nasser, mesdames et messieurs, de mon côté, je voudrais dire tout d'abord, je suis très heureuse d'être. أنني سعيدة جدا بأن أحضر للمغرب، بلد عظيم وبلد صديق، ويمثل بالنسبة لفرنسا الشريك استثنائي نسجنا معه، وقال ذلك السيد الوزير، علاقة بكثافة وجودة استثنائية. ويمكن أن أقول بأن بين المغاربة والفرنسيين هناك شيء فريد خاص وبشكل تلقائي، إنها علاقة لا يمكن أن نقارنها بأي علاقة أخرى. أريد أن أبدأ أولا أصدقاء المغاربة أن أعرب عن احترامي وصداقتي لزاء المغرب، وكذلك أن أتوجه بالتهنئة للفريق المغربي، المنتخب المغربي، والذي بالفعل حقق مسارا رائعا. وبالأمس كان اللقاء رائعا، لقاء رياضي رائعا، وكل ذلك يبشر بالخير لكرة القدم المغربية. فأتمنى بأن تتمكنوا من تحقيق أحلامكم، وأنا متأكدة بأن هذا الفريق سيذهب إلى مدى بعيد. السيد الوزير أشار إلى أني قد زرت المغرب عدة مرات في زيارات إما رسمية أو شخصية، وكنت دائما أسعد بذلك. هذه أول مرة آتي إلى المغرب وأزور المغرب كوزيرة للشؤون الخارجية، وأريد أن أعرب عن امتناني لما خصص كرم الضيف وحفظ الاستقبال الذي خصص لي من طرف السيد الوزير. دائما التشاورات هذه التشاورات كانت مكثفة وثرية حول مواضيع مختلفة، وسنواصل هذا التشاور. وكذلك رأيت أن هناك تقارب كبير في رؤانا حول ملفات كثيرة، ولكن أمامكم وأريد أن أركز على الأهم، وأريد أن ألح على مبدأين أساسيين يلخصان في نظري موقفنا اليوم والوجهة التي نريد أن نسير إليها. أولا، هناك إرادة مشتركة لنظر نحو المستقبل، وما هو قائم بالفعل. لاحظنا أن هناك قارب لوجهات النظر، ذلك التقارب سيمكننا من السير نحو المستقبل معا. بعض الأفكار بالنسبة لهذين المبدئين: أولا، النظر نحو المستقبل. السيد الوزير أشار إلى ذلك. هذه الزيارة اليوم دليل بليغ على رغبة فرنسا للنظر إلى المستقبل تطبيقا لرؤية صاحب الجلالة ورئيس الجمهورية الفرنسية. خلال الاتصال الهاتفي بينهما في أول نوفمبر عرب عن ذلك، وكذلك إنني لن أفشي سرا، يوم الأربعاء مساء كان هناك تواصل بينهما، وأريد أن أعرب عن ذلك. المرحلة التالية تتمثل في زيارة رئيس فرنسا للمغرب في تاريخ سيبقى علينا أن نحدده لاحقا، ولكن نحن نعرف أنه سيتم خلال 3 شهور الأولى من السنة القادمة. هذا النظر نحو المستقبل أمر نتحمل مسؤوليته معا حتى نصيغ علاقات متينة بين بلدينا. وقد كما قلت ذلك للسيد الوزير، ينبغي أن نقيم تلك العلاقات المتينة ل10 سنوات القادمة، وليس فقط لليوم، وأن ننظر إلى مدى بعيد. هذا النظر نحو المستقبل ينبغي أن يستند إلى حوار ذو جودة كالحوار الذي قائم بيننا اليوم، أي قائم على الاحترام ومبادلات رأي منفتحة وثرية. وأنا مع السيد الوزير لدينا روح بناءة في هذا الباب. ولكي أبين قولي، أريد أن أشير إلى موضوع أثار انشغالنا بعض الشيء خلال الشهور الأخيرة. اعلموا أننا اتخذنا إجراءات مع زملائنا المغاربة لإعادة النشاط القنصلي بشكل عادي، وقد تم ذلك حتى نعيد علاقة كاملة، نعيد العلاقة إلى وضعها الكامل بين بلدينا. هدفنا هو أن نرفع من مستوى المبادلات البشرية بين البلدين، وأن نشجع هذا التداخل العميق بين مجتمعينا
لزاء هذه العلاقة الفريدة إن رأس مال البشري المتواجد بين بلدينا يمثل ورقة رابحة لبلدينا، وسيبقى ذلك أساس علاقتنا الثنائية المحرك للمستقبل. وأنا أريد أن أركز وأتحدث عن المستقبل، وأنا سعيد بأنني أشارك في هذا الجهد. وبالإضافة إلى هذا الموضوع هناك كثافة للعلاقة بين البلدين، وهذه الكثافة بقيت قائمة دائما حتى خلال السنوات الأخيرة في مجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية والجامعية ومجالات أخرى. وقد اتفقنا على أن نعمق من عملنا المشترك لكي نبدأ في مسارات تعاون جديدة بالإضافة إلى تلك القائمة بيننا اليوم في مجالات أساسية بالنسبة للمغرب وفرنسا على حد سواء. وكما أشار لذلك السيد الوزير، فإننا نرغب في التقدم بوتيرة جيدة حتى بأن نتمكن من أن تصبح زيارة السيد الرئيس دليل على هذه المرحلة الجديدة. إذن ركزت على توافق الآراء، وهذا التوافق في الآراء مهم جدا حول مواضيع متعددة. أما بالنسبة للقضية الدولية ونحن نتناولها بعد حين، هناك رؤية واحدة بين المغرب وفرنسا. يمكن لهذه العلاقة بأن تكون محركا لمعالجة بعض التحديات التي تواجهنا والمتصلة بالجوانب العالمية، ولدينا مواقف قريبة بعضها البعض. وبالنسبة للقارة الأفريقية تناولنا كذلك بعض المواضيع الخاصة بها. بالنسبة لمكافحة تغير المناخ وكذلك تحسين الأمن الغذائي، وبالنسبة للقضايا المتعلقة بالطاقة وقضايا أخرى مهمة متعلقة بالتنمية النمو المستدام، وكذلك ونحرص البلدان يحرصان على ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف، وكذلك قضية التحول الإيكولوجي. نحن بالفعل وقفنا على أننا بالفعل ساعدنا بعضنا البعض بشكل كبير، وأننا سنعمل معا لإعداد الزيارة الرئاسية، وحتى تكون تلك الزيارة في مستوى الطموح الذي نريده لبلدينا. وبالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا في هذا العالم المعقد حتى لا أقول الخطير، ونحن نعرف الواقع الذي نتحرك فيه. هذه نقاط التوافق ينبغي أن نستخدمها ونعول بعضنا عن بعض. هذا التعاون الفرنسي، هذه الشراكة الفرنسية المغربية تأتي في إطار رؤية نتقاسمها حول العالم، وحرصنا على قيمنا وحرصنا على المقاربة متعددة الوجهات. إذن إرادتنا بسيطة، وهي أن تكون في إطار شراكة مثالية، شراكة مثالية مع المغرب، شراكة استثنائية وأخوية وحديثة. ونحن نعرف كما قال ذلك السيد الوزير، نحن نعرف أن ذلك يفترض بأن نتكيف الطرفان مع التوقعات المشروعة للمغرب، والمغرب يتحول ولا زال يتحول ويلعب دورا كبيرا في البحر المتوسط وفي أفريقيا. وأن نقترح على المغرب ما يمكن لفرنسا التي تتحول بدورها وبشكل عميق، بأن نقترح على المغرب ما لدينا، ما هو الأفضل الذي يتوفر لنا حتى نتحرك معا. ذلكم هو معنى الزيارة الرئاسية الذي سنستند إليه ونعمل على أساسه أنا والسيد الوزير والفريقان من الضفتي البحر المتوسط. نحن معقدون العزم للذهاب إلى مدى بعيد معا، ونكتب صفحة جديدة ونستند لبعضنا البعض، لأننا نحن نعرف أن كلنا يحتاج للآخر للأمن الاقتصادي ونهوض بقيمنا والاستجابة لتوقعات الشباب والمواطنين في بلداننا. وأنا رهن إشارتكم مع السيد الوزير إذا ما كانت لديكم أي أسئلة